النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر بشدة من سفك دماء المؤمنين وأكد على حرمة دم المسلم. ومن الأحاديث النبوية التي توضح ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث يؤكد على حرمة دم المسلم وأن التعدي على حياته محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي والنسائي. في هذا الحديث يبين النبي أن قتل المسلم هو أمر عظيم جدا عند الله، وأن هدم الدنيا كلها أهون من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث يوضح النبي أن التنازع بين المسلمين يؤدي إلى نتائج مأساوية لكليهما حتى لو لم يقتل أحدهم الآخر. هذه النصوص تدل على عظمة حرمة دم المسلم، وتحذر من خطورة التعدي على حقوق الآخرين، خاصة فيما يتعلق بالحياة. إذا أعجبكم الفيديو، دعمكم يساعدنا في تقديم المزيد.